مع بداية موسم الصيف كل سنة وانتم طيبين. الإخوة التوانسة قال لك فرض إجراءات على الجزائريين السائح المزلوط اللي بيروح يعمل له مشاكل كل سنة. إجراءات منطقية طبيعية جدا بعد معاناة سنين من هؤلاء السياح من نوع خاص اللي يروح ينام له في الحدائق العامة في الجردات، ويروح ينام له على البلاج، ويروح ينام في الطوموبيلات، ويهجم على المطاعم الجياع والسلع المدعمة ياخدوها، والخمرة والعربدة، ومضايقة السياح الحقيقيين ومضايقة شعب تونس، وحاجة كانت طبعا سنوات هم بيتكلموا فيها. فقال لك يا ودي اللي هيجي سائح عندي لازم يبقى سائح مش المزاليط، فيبقى عنده حجز اوتيل عشان ما ينامليش في الشارع في الطوموبيلات، ودي ظاهره سيئه جدا. ويخيموا في الشارع ويناموا على الرصيفه، ويصحى الصبح يتكلم يقف قدام الكاميرات يقول لهم كل حاجه غاليه عندكم، اما تونس مش عارف الدربكه، العيالات، البنات، الستات. فزهقوا التوانسه. لو المصيبه انه يتمنن عليه يقول له ارسلنا لكم مليون سائح وانتهى. فتونس فرضت اجراءات وده حقها، وعلى فكره دول كتير عامله كده، ان لازم اي حد رايح سياحه تيكت طياره وحجز اوتيل حتى لو ما فيش فيزا من البلدين، ده لازم. امال انت رايح تعمل ايه اذا معكش ثمن اوتيل؟ رايح تسيح ازاي يعني؟ فتونس من معاناتهم سنين مساكين عملوا هذه الاجراءات وده حقهم. فقامت الجزائر اصدرت بيان نيفي كالعاده، بيان يعكس فكرته انه لسه مؤمن ان هي تونس الولايه ال 59 وان تونس الشقيقه الصغرى. ازاي بيان وكأن ايه ده؟ بيان نيفي، بيان جوعه برضه، بيان شحاتين برضه. فيقول لك ايه؟ المنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك اصدرت بيان تستفسر فيه عن هذا الاجراء المستفز للجزائريين والذي مش عارف ماله يضر بالمصالح الماديه للجزائريين والمعنويه. شيء عجيب حقيقي، شحات ومش عاجبه، شيء مقرف جدا. شوف بيان النيفي والكلام اللي بيقولوه دلوقتي في الجزائر، وتعالى اما اقول لك التوانسه بيعانوا منهم ليه وصدر القرار ده ليه. في سابقة خطيرة من طرف السلطات التونسية تجاه الجزائريين وسط ردود أفعال رسمية وغير رسمية على الخرج التي وصفتها منظمات وطنية حكومية في الجزائر بأنها استفزاز واضح للجزائر والجزائريين ومساس وتعدي واضح على كرامة الجزائري. وجاء هذا بعدما منعت السلطات التونسية دخول الرعايا الجزائريين أراضيها تزامنا مع بداية موسم الاصطياف. في سابقة خطيرة واضعة شروطا وصفت بأنها إهانة كبيرة للجزائري على الأراضي التونسية. وعبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عن استيائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لباس عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بدأ موسم الصيف وتونس لأنها تعاني من المزاليط سنويا، الجياع اللي دائما يقفوا يتكلموا عن الفلوس والغلا وما غلا ما النساء والعيالات وجايين نسكر ونفسد وعايز كل حاجة فابور، دائما تلاقيه بيتكلم ماديا. وكأن السياحة دي المفروض يدعموه، يعني المفروض الحكومة التونسية أول ما تلاقي مظلوط جاي قرقور، أهلا قرقور تعالى يسكروه في الأوتيلات بلاش، حاجة حيواناتي خالص يعني. فتونس من عانوا كتير على فكرة، واسأل أي تونسي واكتب كده الأخبار وشوف، بيروحوا يناموا على البلاجات على الشواطئ ويخيموا ويعملوا بيبي وحاجة تحس غنم، وفي الجردات في الحدائق العامة ويعملوا خيم جايبين معاهم التخييم ده، ويروح يخيم في الزنقه، ويصحى الصبح ما ياكلش غير الحاجات الرخيصه، اكله كده رخيصه عندهم قالوا لي اسمها الاخوه التوانسه نسيتها، رخيصه وبس، ويسكر البيره وبالليل يعربد ويدخل اذا لقى مكان شاطئ ولا بتاع فيه سياح اجانب يقل ادبه عليهم ويقل ادبه على التوانسه، وبالليل يحيح ويعربد، وحاجه قذره جدا. ومش بس كده، لا الجزائري يتمنى حاسس ان هو كده انا جيت لكم عشان ادعم الاقتصاد، انا هنبعت لكم مليون سائح لدعم الاقتصاد زي ما قالها هذا اللي عبد المجيد السنه اللي فاتت، وقام باعت لهم 10,000 ولا 20,000 جعان مرمدوهم بهدلوا التوانسه. والله العظيم التوانسه ضجوا منهم ويا ريتهم بيشكروا في الاخر. لا الغلا والشفاره الحراميه البتاع النصابين المعرفش ايه، ما لا يشكرش ابدا. الغلا وانت سائح مظلوط هيعمل لك ايه؟ وانت المفروض يدعم لك السياحه. السياحه على فكره عمرها ما كانت مدعومه في اي دوله من الدول في العالم كله. بيدعم الغذاء، بيدعم الدواء، بيدعم التعليم، بيدعم المواصلات، بيدعم حاجات لشعبه. انما ما بيدعمش سائح. ادعم السياحه ليه انا؟ مظلوط يا عم، اقعد في بلدك، ما عندك هناك الشواطئ، روح منكو فيكو. لا
فالتوانسه لما لقوا الوضع كده وعانوا منهم كتير، ويجي ياخد السلع المدعمه وهو ماشي، ويجي يتضربوا في المطاعم ويطيحوا السياحه هم اللي عملوا ازمه السياحه في تونس، سببها هم دول. مين سائح اوروبي هيجي يقعد في تونس ويلاقي قدامه قرقور حشاكم زي البهيم عمال يبرطع ويقول لك اهو شوف التوانسه بيقولوا ايه، اهو شوف التوانسه بيقولوا ايه. يا اخويا كي عندكم انتم سياحه في بلادكم اقعدوا في بلادكم، وعلى جايين لتونس؟ من فضلكم السب والشتم وتونس بها ما تجيهاش تونس، وانتم شادين الصف قدام في الحدود تتوصلوا الدخول. اي من فضلكم هيك السب والشتم تونس تتوانسه وبلادنا، واحنا احرار. احنا ما نحبكمش، الوتله مسختوها بلادنا، مسختوها. انا بعينيا، مش قالوا لي، بعينيا نشوف الجزائريه ينقزوا في البيسين بحوايجهم ويقلقوا في التوريست، وكلام الخايب وكلام السفاهه وكلام اللي ما يصلحش. ولذلك هو يقول بيقول لك بينقص في البسين بحوايجه بهدومه، ينقص في السائح اللي قاعد يتفرج على المنظر ده ايه ده؟ ما أنا يتضايق ما يجيش تونس تاني. فتونس تعاني من هذا، فقال لك يا عم طب على الاقل ابعت لي سائح اللي على الاقل يقدر يقعد في اوتيل. طيب ما هو سائح يعني اوتيل، امال سائح يعني ايه؟ هات لي حجز ان انت جاي سائح. لا انا هنمعسلك في الزنقه زي كلاب الشوارع، كلاب السكك. واستفزاز قله الادب. ما هو عشان قله الادب دي ما هو تونس بالبيانات دي تونس عندها حق، ما هو لانك قليل الادب. وتروحوا هناك الدربكه والستات ومش محجبات وبتاع، لا منك نفعت كسائح محترم، لا منك قعدت بادبك وسبت لنا حتى السائح اللي جاي ما ضايقتوش، ولا منك حتى شكرت وقلت كلمه حلوه، ولا منك حتى قلت كلمه كويسه تبقى دعايه، ولا منك الا حشاكم كتله خنز في خنز. فالتونس لازم يعمل كده. على فكره الدول كلها بتعمل كده، اي دوله في الدنيا بتعمل كده. جاي سياحه، تذكره طياره، تذكره حجز اوتيل، فيش من البنك يقول ان معاك فلوس جاي سائح. امال ايه؟ اديك فيزا سياحه. تونس والجزائر ما فيش فيزا، بس هات لي دول على الاقل. معاك فلوس، اثبت لي ان معاك فلوس. جاي سائح مش جاي تطلع روحنا وتسرقنا وشفاره وحراميه، والدنيا كلها شافتكم في فرنسا بتعملوا ايه وشافتكم في الدنيا بتعملوا ايه، وما في جزائري الا لما يقول فيكم انتم الجزائريين نفس، انما تونس تستفزنا. طب ما شوف الجزائريين بيقولوا ايه عليكم. والله احنا الجزائريين فينا كل شيء مليح، حنا حاجه فينا مش مليحه، محزادين ومبغوضين، ما نبغوش الخير للناس. احنا الجزائريين دايرين كيما هكا، على الله غالب، من عند ربي دايرين كيما هكا. هذا القرقور عايز يروح تونس فابور بلا حجز اوتيل، يروح ينام لهم في الشارع، يزعجهم في الصيف ويقرفهم، ويا ريته بيشكر. ولا في الاخر برضه لازم تشكره. لماذا لا يدعم قيس سعيد السائح الجزائري؟ يا سياده الرئيس قيس سعيد من فضلك، القرقور من فضلك، المنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك القرقوري من فضلك بتقول لك لما يجي سائح جزائري تقابلوه بالزفه وتاخدوه على الاوتيل فابور وتاكلوه مجانا وتوفروا له الخمره، ومن فضلك لو سمحت يعني ده حق القرقره، يعني حق القرقور، يعني شيء غير منطقي بالمره. جهاز حمايه مستهلك قرقوري، احمي المستهلك اللي عندك بتاكله لحم حمير ومش لاقي الدقيق ومش لاقي الحليب ومش لاقي الخبز ومش لاقي العدس ومش لاقي الغاز ومش لاقي يا مستهلك، يا حمايه المستهلك، القرقور عندك يعاني قبل ما تروح تتكلم عن تونس وتحشر نيفك في سياساته. هو حر يا اخي، يعمل فيزا بينك وبينه. استفزازي، ويجب موقف توضيحي، ويجب ان توضح الحكومه التونسيه ليه جدك انت، هي ولايه تابعه ليك، هو حر، هيمنع جدك تدخل عنده خالص، هو حر. ده اقسم بالله المغرب انعم عليها الله بغلق الحدود، اقسم بالله ان المغرب انعم عليها الله بغلق الحدود عقبال التوانسه. اقفلوا يا جماعه القراقيط. شوف النيف والصلف وقله الذوق في المنظمه الوطنيه لحمايه المستهلك. يا ودي احمي المستهلك في الجزائر مش في تونس. المستهلك بتاعك ده في تونس مستهلك مقرف، يروح يدور على السلع المدعمه، يدور على الاكله الرخيصه مره في اليوم، دائما يشكي من الغلا.
يبرزط الناس في المواصلات العامة وفي كل حتة، وما يركب غير الطوبيس والمواصلات العامة ويزحم الناس، يروح البلاجات يضايقهم ويكفرهم، يروح الأماكن السياحية يضايق السياح اللي قاعدين. عربدة وسكر بالليل وقلة أدب وقلة قيمة، ويا ريت في الآخر ده كله بيشكر إلا إنه يقل أدبه. تحية للحكومة التونسية على هذا القرار، وتحية أكبر لو قفلتوا الحدود عليهم، والله ما منهم خير، والله ما منهم فايدة، والله العظيم ما منهم فايدة. التوانسة ضجوا وملوا، والتوانسة دلوقتي اكتب على اليوتيوب رأي التوانسة في السياحة الجزائرية، اكتب انت قلب كده على اليوتيوب وشوف كام فيديو يطلع لك، وكام تونسي بيقول جاي شدوا علينا زبالكم حشكم، مش عايزينهم يا عم، ما تجيش يا عم، من لعنوه مساكين. واحد قبل كده صديق قال لي كان عندنا، اقسم بالله وحطيت لكم الفيديو ده شاهدته بالصوت، كان عندنا دار بنكريها للسياح، فكانوا يجوا الجزائريين يكري يومين ويقعد اسبوع، نيجي نطلعه ويتبرطع ويعربد ويتخانق ويتضارب وشتم امهم ويروحوا البوليس وضربه وقصه. فيقول لك بطلنا نكري الجزائريين. نص او ثلاث ارباع الناس اللي عندهم ديور بيكروها للسياح في تونس ما بيرضاش يكري الجزائريين، فلا كراء الديور بيكروها الجزائريين لانه ظلمطحي، واذا هيدفع هيبهدل لهم الدنيا ويخنزها لهم ويبهدلها ويخربها ويعمل مشاكل، يا اما يروح ينام لهم في الشارع. فطبعا هو ما يقدرش على اوتيل، هو مظلوط، معهوش سائح فقير، هم فقراء، مع السائح الاعجوبه، فما يقدرش يدفع ثمن اوتيل فينام في الشارع او في السياره، حاجه بائسه جدا. لذلك من حق التوانسه يفرضوا هذا الاجراء. تحيه للحكومه التونسيه، ونساند الحكومه التونسيه على هذا الاجراء، ولو قفلتوا الحدود تبقوا عملتوا في نفسكم معروف اكبر. على هؤلاء القراقير مفيش فيهم خير، اسمع مني وانا اخوك، دي الحكايه. اشوفكم على خير.